أكيد اللي عنده قطة لاحظ إنه طول الوقت بتلحس نفسها أو أحيانا بتلحس إيده. بس هي ترى لعاب القطط فعلا نظيف زي ما بنسمع؟ في ناس بتقول إن لعاب القطط طاهر وبيقتل البكتيريا، وناس تانية بتقول العكس تماما. النهاردة هنعرف الحقيقة العلمية بالأدلة مش بالكلام المنتشر. أهلا بيكم في قناة همسة الحيوان. لو عندك قطة أكيد بتلاحظ إن القطة دايما بتقعد تلحس نفسها كتير، أو أحيانا بتلحس إيدك، أو دايما كده بتلحس نفسها. بس هل يا ترى لعاب القطط فعلا طاهر ونضيف وزي ما بيقولوا بيقتل البكتيريا ولا لأ؟ هنشوف النهاردة في الفيديو إن فعلا الكلام ده حقيقي ولا لأ بالأدلة والكلام العلمي. العلماء فعلا عملوا تجارب على عينات من لعاب القطط، ولقوا إن أنزيمات القطط ومواد تانية بتساعد في الإيقاف يعني النمو بتاع البكتيريا ما بينموش، بيقف. بس مش كل البكتيريا، بعض أنواع البكتيريا، لكن مش كل البكتيريا بتقف نموها. بعض أنواع البكتيريا هي اللي بتقف. يعني اللعاب بيقلل النشاط منها شوية وبيخليها بتتوقف عن التفاعل لفترة معينة، بس ده مش معناه كل البكتيريا بتتأثر. في أنواع تانية بتفضل موجودة، خصوصا اللي بتعيش في بق القطة أو في فم القطة. فالعلم بيأكد إن القطط فعلا مش وسخ مكانها أو مش يعني مش نظيفة، لكن مش معقمة. يعني اللعاب مش معقم زي ما احنا، يعني زي ما كانوا بيقولوا أو احنا فاكرين. هو ببساطة وسيلة للقطة إنها تنظف نفسها بنفسها، مش مطهر زي ما الناس فاكرة. دي بكتيريا ودي بكتيريا مش خطيرة على القطة نفسها، لكن ممكن تسبب التهابات في جلد الإنسان لو حصل خدش والقطة لحست القطة مكان الخدش اللي في إيدك أو الجرح اللي في إيدك، القطة لحسته. ده ممكن يسبب لنا الالتهاب في الجلد بتاعنا. لكن هي بينظف جسمها، بيعقم جسمها، لكن مش معقم لينا إحنا. لكن إحنا لو تجرحنا أو في عندنا جرح في إيدنا أو في أي مكان والقطة لحست مكانه، طبعا ده بيسبب عندنا التهاب في المكان ده نفسه. في ناحية دينية بقى العلماء بيقولوا إن القطة طاهرة. يعني لو شربت، يعني طاهرة مش معنى الطهارة اللي انتوا فاكرينها، هي معناها إن مثلا لو شربت من مية مثلا أو جت عند الأكل مش لازم نرميه. يعني قصده ده معنى الطهارة، مش معنى الطهارة إن هي مش حكاية طهر ونجس، لأ. هي معناها إن مثلا لو حطت بقها في المية أو موجودة أو جت عند الأكل مش لازم نرميه، ده معنى الطهارة. لكن ده غير مرتبط يكون اللعاب معقم أو يقتل البكتيريا. يعني إن مش معنى إن هي مثلا جت عند الأكل أو جت على المية مش معناه إن هي معقمة إنها بتعقم وإن البكتيريا ممكن تتقتل لو في بكتيريا، أو في بكتيريا مثلا على سطح أي حاجة والقطة لحسته معناها ده بتقتل البكتيريا. لا، هي بتقتل البكتيريا اللي خاصة بيها هي. يعني بتنظف جسم القطة من كل بكتيريا أو كل حاجات تانية خارجية، بتعقمها هي، بتنظفها، لكن مش تعقيم لنا احنا، لأن في بكتيريا تانية في فم القطة. فالطهارة مش معناها هنا نجاسة زي ما قلت لكم، مش معناها مطهر، لا، هي مش معناها نجاسة، معناها مطهر زي معقم، مش نجاسة وطهارة. لا، الطهارة هنا بمعناها ان هي مش مطهرة، مش معقمة. يعني نقدر نقول باختصار لعاب القطط فيه انزيمات مفيدة ليها هي، مش لينا،
وممكن يحتوي على بكتيريا تضر الإنسان لو دخلت الجرح. يعني زي ما قلت لكم إن مثلا لو في جرح على الجلدنا أو في إيدك أو أيا كان في مكان، والقطة لحسته، ممكن يسبب لنا التهابات أو يسبب لنا مشاكل صحية إحنا في غنى عنها. فالأفضل ما نسيبش القطة يعني تلحس جروحنا أو وشنا، بس في نفس الوقت ما نقلقش منها لأن هي بتعيش وسطنا. القطة نظيفة بطبيعتها وبتحافظ دايما على نفسها وعلى نظافتها وعلى إنها تكون نظيفة كويسة جدا. وفي التعليقات، هل كنتوا فاكرين قبل كده إنه لعاب القطط فعلا بيقتل البكتيريا، ولا كنتوا عارفين الحقيقة دي، ولا يا ترى حابين أعمل فيديو تاني عن إزاي نحافظ على القطة ونظافتها أكتر؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اللي ممكن تحبوا ان انا اجيبه لكم تسمعوه مثلا عن نظافة اكتر، او ازاي نكون اولادنا يتعلموا الرحمة والرأفة بالحيوانات. اكتبوا لي في التعليقات علشان اعمل الفيديو التاني على حسب انتوا عايزين تسمعوا ايه. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسلام ومحبة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد والكل يستفيد. ومن كل قلبي بحبكم جدا جدا، وتعليقاتكم الجميلة ميرسي جدا عليها، وميرسي على تشجيعاتكم. ومن كل قلبي بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.